السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة بقى حاجة كده عظمة على عظمة، حاجة توفير التوفير. العشاء خفيف، سندوتشات المدارس، كل سنة وانتم طيبين. المقادير بتاعتنا بسيطة جدا واقتصادية جدا، ولكن طلعت لنا الكمية اللي انتم شايفينها دي. لو هنشتريهم من بره تكلفتهم عالية جدا. يعني الكوباية من دي بره بتتباع ب60 جنيه. انا عملت بالمقادير بتاعتي كوبايتين اتنين اهم ب120 جنيه. والجبنة النص المثلثات اقل نوع جبنة بره العلبة ب20 جنيه. عملنا علبتين اتنين ب40 جنيه. يعني المقادير بتاعتي بسيطة جدا وطلعت لي الكمية دي كلها. تكلفتهم يعني ما كلفونيش ربع تمنهم لو هشتريهم من بره. يعني حاجة كده توفير التوفير. طعمهم حلو قوي زي اللي بنشتريهم من بره، ما فيش اختلاف ولا اي حاجة. شايفين تقل الجبنة؟ يعني انا عملتها وسبتها شوية في التلاجة. اهو شايفين هي تقلت معايا ازاي، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. بس ابقي دوقيها. الملح بقى فيها حسب رغبتك انتي. يعني انا حاطه هنا في المقادير بتاعتي معلقه صغيره، انت ابقي دوقيها، لو حاسه ان هي عايزه منك ملح تاني زودي لها ربع معلقه او حاجه. يعني الملح ده اظبطيه بطريقتك انتي. تقدري كمان تجربي في نص المقادير اللي انا عملتها دي عشان خاطر تتاكدي من الطعم بنفسك. اول حاجه معايا كوبايه ونص لبن اهو. ادي كوبايه، وادي النص، وادي النص التاني اهو. وادي معلقتين اللبن. الوصفة سهلة ومش هتاخد معاكي وقت خالص. وادي كوباية الزبادي ومثلثين الجبنة. وادي معلقة ملح صغيرة، مش ملانة قوي. وهاخد بقى كل المقادير اللي انا حطيتها دي في الخلاط. وهشغل الخلاط وهنزل بالزيت سرسوب. هدي بس للمقادير ضربة واحدة بس كده، اخلط المقادير ايه مع بعضها الاول قبل ما انزل بالزيت. كده انا خلطت المكونات مع بعضها. هشغل مرة تانية بقى وانزل بالزيت سرسوب. بعد ما ضربته بالشكل ده كده، دي الكزرونه اللي انا كنت غاليه فيها اللبن. هاخد نص الخليط بتاع ده كده اهو. كده انا معايا ايه نص الخليط في الخلاط. هعمل ايه؟ هشغل الخلاط مرة تاني، ومعايا نص كوباية زيت كمان اهي. هنزل برضو بيها سرسوب. وادي اول نوع جبنه خلص معايا، ما خدتش معايا وقت اهو، وسهله، طريقتها سهله جدا. كده انا عملت الجبنه الكريمي، الجبنه الكوبايات. بس نص كوبايه زيت انا حطيتها ما كفتش، رحت جايه مزوده نص كوبايه تاني، نزلت برضو بها سرسوب لحد اما تقل معايا. لان هو عامل زي المايونيز كده، كل ما تديله زيت كل ايه يعني ما الجبنه تتقل معاكي. وكمان دقتها فلقيتها دلعة، ورحت حاطه لها معلقه ملح. فانت برضو ابقي دوقيها. لو لقيتها دلع يعني شوفي بقى ايه الطعم اللي انت عايزاه. ما احتاجت منك ملح تاني زودي معلقه صغيره، نص معلقه. فانت خدي بالك من الملح، عشان خاطر لو انت بقى عايزه تعمليها باي طعم بقى انت حباه. خدي بالك برضو من الملح، ما تزوديش ملح. يعني لو عايزه تعمليها بطعم الجبنه الرومي ما تزوديش ملح.
هتحطي قطعة جبنة رومي تنضرب معاها تديكي طعم الجبنة الرومي، شريحة او اتنين. عايزة بطعم الزيتون هتحطي ايه، كام واحدة زيتون كده معاها وتتضرب معاها. يعني حطي بقى الطعم اللي انت عايزاه، عايزة تعمليها بطعم الجبنة النستون زي ما انا عملتها كده براحتك، الطعم اللي انت عايزاه حطيه فيها. تعالوا تعالوا بقى نصبها في الكوبايات ونشوف تقلها ونشوف قوامها، ونشوف عملت معانا كمان قد ايه. بصوا كده زي ما انتوا شايفين قوامها اهو. خدي بالك كمان هي هتتقل معاكي، يعني هي على ما بتبات في التلاجة بتتقل قوي كمان. فانت ما تزوديش فيها زيت كتير وتقول اما تتقل معايا، لا، هي هتتقل على ما تبات معاكي في التلاجة هتتقل بزيادة. شفت بقى من نص الكمية عملنا كام كوباية جبنة؟ كوبايتين اتنين من اللي هي الكوباية الكبيرة اهي مش الصغيرة. سعر الكوباية دي بره ب50 جنيه وب60 جنيه كمان. شوفي شوفي بقى احنا وفرنا قد ايه فيهم، وعملت اتنين مش واحدة. لو عايزة تعززي الطعم اكتر كمان خليهم 4 مثلثات جبنة للوصفة. انا حطيت اتنين عشان ما كانش عندي غيرهم. وبعد كده لما تعملي مرة تاني هتقدري قبل الجبنة ما تخلص من عندك هتاخدي منها 3 مثلثات 4 مثلثات وتشتغلي بيهم ايه للوصفة اللي بعدها، يعني مش هتشتري جبنة غير اول مرة بس. لو عايزة تزودي القيمة الغذائية أكتر وأكتر كمان تقدري تزودي في اللبن البودرة، تقدري تزودي في الجبنة النستو، تقدري تزودي في الزبادي. كل ده هيديها قيمة غذائية أعلى وأعلى، أحسن ما تعملي الوصفة بزبدة والكلام ده كله. كل ده بيبقى دهون داخلة جسم أولادنا غلط. هعمل بقى نوع الجبنة التاني وهي الجبنة المثلثات. انا معايا هنا معلقه الدقيق ومعلقه النشا اهم، هضيفهم بقى على نص كميه اللبن التاني اهو بالشكل ده كده وهقلبهم كويس. عشان اضمن ان الدقيق والنشا ده كويس في اللبن هديهم ضربه في الخلاط. دوبتهم كويس بقى في الخلاط وحطيتهم على النار بالشكل ده كده اهو. هوطي عليهم النار، النار ما تكونش عاليه خدي بالك، وهبدا اقلب فيهم كده. هقلب لحد ما يتقل معايا. هفضل اقلب فيه بقى كده لحد الخليط ما يتقل معايا. بس اهم شيء تكون ايدك شغاله كده بسرعه زي ما انا شغاله كده اهو بالشكل ده كده، وعلى نار واطيه، ما تخليش النار عاليه معاكي. اه زي ما انت شايفه كده اهو بدأ يلم معايا اهو بالشكل ده كده. اهو هرفعه من على النار بس كده، شايفه تقول له اهو. معايا بقى هنا طبق حطيت فيه كيس ودهنته يا دوبك ايه دهنة زيت بسيطة. معلش التليفون فصل مني في الخطوة دي. انا هنا بقى بعد ما حطيت الكيس في الطبق واديته مسحة زيت زي ما قلت لكم، رحت جاية صباه وهي سخنة عشان لازم تتصب وهي سخنة. وسويتها بالشكل ده كده بالمعلقة، وحطيت عليها ايه وغطيتها اهو بكيس تاني من فوق عشان خاطر ما تعملش معايا قشرة. لازم تعملي الخطوة دي مهمة جدا والجبنة سخنة، لانها لو بردت معاكي مش هتعرفي تصبيها ولا هتعرفي تسويها بالشكل ده كده. وادي الوصفتين بتوعنا خلصوا زي ما شفتوا كده، ما خدوش معانا وقت خالص ولا مجهود. الفرق ما بين دي ودي يا دوبك هي معلقه النشا ومعلقه الدقيق يعني، فما حبيتش ان انا اعملهم في فيديوهين اتنين يعني وانزلهم، مش مستاهله، لان طريقتهم سهله جدا زي ما انتوا شفتوا كده، ما خدتش معانا وقت خالص ولا مجهود.